لا، لم يخدعني، أو لنقل ربما ظن هو ذلك، وساعدته أنا عليه. وأنت تعرفين، من السهل أن تخدعي رجلا ليظن أنه قد خدعك. الرجال لديهم تلك الثقة الجوفاء بأنفسهم التي تجعل هذا الشيء ممكنا، لكنني كنت مدركة تماما لما يحدث منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة. ما بيننا لم يكن حبا أبدا، رغم أنه قال لي ذلك مئات المرات، لكنه لم يكن حبا أبدا، ولا للحظة من زمان. ما كان بيننا هو عبارة عن مقايضة، كل طرف يقدم للطرف الآخر ما يحتاجه. كان لديه الاهتمام ولدي الجسدي، فاشتريت بعض هذا الاهتمام ببعض الجنس لبعض الوقت. كان الأمر واضحا تماما لنا، لكننا اتفقنا على تمويهه باسم الحب. المهم أن تلك المقايضة قد انتهت، كما تنتهي أي شراكة تجارية أخرى. طرف ما لم يعد بحاجة ما يقدمه للطرف الآخر، لكن طبعا لم يكن من اللائق أبدا أن ينتهي الأمر هكذا. كان لابد من بعض الأداء المسرحي الباهت، افتعال مشكلة ما، بعض الكلام الجارح، جملتين عن القضاء والقدر، وحقيقة أن بعض الأمور لم يكن مقدرا لها أن تحدث. هذه الديباجة السمجة. لما فعلت هذا الشيء المقزز والمهين؟ لا أدري، لكن وإن خفيت مقدمات القرار عني، فذلك لا ينفي صحته في عقلي، أي أنني ربما لا أدرك تماما لما فعلت ذلك، أي لا أستطيع صياغة أسبابي في نقاط، لكن عقلي كان مقتنعا به بشكل ما. ربما ليهدأ شيء ما في داخلي، ليمتلئ شيء ما، لأتمكن من إغماض شفني لبعض الوقت. لا أدري، لكن هذا ما حدث، وقد يحدث مرة أخرى. من المهم للمرء أن يعي ما يفعله، أو من المهم لي على الأقل أن أعي ما أفعله. من المهم لي أن أمسك كل الخيوط في رحلة إدارة الشياطين هذه